كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد. في الأمس كنا نتحدث عن تدبر كتاب الله وآياته كوسيلة للوصول لسلامة القلب، وهو أمر من المولى عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه. فتدبر القرآن الكريم يكون به الشفاء، ومن خلاله يكون سلامة القلب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين. الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه له كلام دقيق ورائع، وهذا الكلام مروي في كتب الشيعة، ولا أعرف لهذا القول سندا في كتب السنة، لكنه كلام عجيب ومهم صادر عن سليل وإمام بيت النبوة الإمام جعفر الصادق. يقول فيها رضي الله تعالى عنه: عجبت من ثلاث كيف لا يفزع إلى ثلاث. عجبت لمن فزع من ثلاث كيف لا يفزع إلى ثلاث. عجبت من ثلاثة أصناف أشخاص كيف لا يهرعون إلى هذه الأصناف الثلاثة التي فيها علاجهم. عجبت لمن فزع من ثلاث كيف لا يفزع إلى ثلاث. عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله يقول بعقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله يقول بعقبها فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذه المقولة الجميلة والرائعة تشير إلى ما يصيب النفس البشرية من تقلبات تعكر عليها صفو الحياة، من خوف، من قلق، هم، حزن، من مكر الإنسان. والعلاج لهذا كله هو الفزع إلى كنوز القرآن والتدبر في آياته لاستخراج ما لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات تسكن القلب وتثبت الفؤاد وتملأ القلب طمأنينة. عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل،
فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله يقول بعقبها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. عجبت لمن خاف، مستغرب ومتعجب من هذا الذي يخاف كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هنا يشير الإمام جعفر إلى الآيات الواردة في سورة آل عمران التي يقول الله عز وجل فيها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله يعني يكفينا الله، ونعم الوكيل أي وهو خير من يوكل إليه الأمر، وهو خير من يفوض إليه الأمر. فإني سمعت الله يقول بعقبها. هنا الإمام جعفر ينسب السماع لنفسه رضي الله تعالى عنه، إشارة إلى أن كلام الله في القرآن الكريم أنه حاضر وليس غائب، فقط يحتاج إلى من يتدبره. يقول بعقبها أي في عقب قول المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل، أي في نهايته وهو النتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فانقلبوا بنعمة من الله أي فانصرفوا هؤلاء الذين استجابوا لله وللرسول مما أصابهم من الخوف لقاء العدو، ولقاء العدو هذا في معركة حمراء الأسد، وهي فصل من فصول معركة أحد وليست معركة مستقلة. بعد خسارة المسلمين في موقعة أحد ودفن الشهداء 70 65 من الأنصار و1 من اليهود الذين بايعوا وعاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم و4 من المهاجرين، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. في اليوم الثاني نودي للجهاد، وأن لا يخرج للجهاد إلا من شهد أحد، وذلك لملاحقة جيش مكة والخوف من إغارتها مرة ثانية على المدينة المنورة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمكان اسمه حمراء الأسد على مسافة 20 كيلومتر من المدينة المنورة. في الجانب المقابل القرشيون، وهم قريبون من المكان الذي عسكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأوا يتلاومون فيما بينهم بسبب نتيجة المعركة. صحيح أنهم انتصروا، لكن ما النتيجة؟ فقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقي فيهم رؤوس سيجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب، حرب دعائية ضد الجيش الإسلامي، لعله بذلك ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة، وطبعا هو أيضا ينجح في المقابل تجنب اللقاء. وهم يتناقشون مر بهم ركب من قبيلة عبد القيس،
هذه القبيلة يريد المدينة المنورة. استوقفهم أبا سفيان وقال: هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة. يعني هل أنتم ستوصلون الرسالة التي سأخبركم بها، في المقابل سأعطيكم زبيبا في سوق عكاظ في السنة القادمة إذا أتيتم مكة؟ قالوا: نعم. قال: فأبلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. حرب دعائية ضد الجيش الإسلامي. مر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، وأخبروهم بالذي قاله أبو سفيان. الله سبحانه وتعالى يحكي هذه القصة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم، أي زاد المسلمين الصحابة قولهم أن الناس قد جمعوا لكم، زادهم هذا القول، زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله. النتيجة أنهم انقلبوا بنعمة من الله، يعني بعافية من ربهم، بأنهم لم يلقوا حربا ولم يلقوا جيش مكة. استجاب الله سبحانه وتعالى لما أراده من سنة في هذا الكون، بأنهم إذا فوضوا أمرهم لله عز وجل يقيهم الله سبحانه وتعالى ذلك السوء، فرجعوا سالمين غانمين رضي الله تعالى عنهم باستجابتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان منا أيها الإخوة له في جسمه قوانين وله في نفسه خصائص. أحد أكبر خصائص النفس هو الخوف. الله سبحانه وتعالى يحكي عن هذه الخصيصة: إن الإنسان خلق هلوعا. الهلوع هو المتخوف في كلا الحالتين، في حالة السوء خوفه من أن يهلك، وفي حالة الخير خوفه من أن يفقد ذلك الخير. فشعور الخوف انفعال طبيعي يمر على جميع الناس على اختلاف أعمارهم، أشكالهم، أماكن سكناهم، حالاتهم الاجتماعية. لكن حين ينتابك هذا الخوف فالتجئ إلى العلاج القرآني كما وصفه الإمام جعفر رضي الله تعالى عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل. حين يلهج لسانك بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، متدبرا كل لفظة فيها، حاضر القلب، فأنت بذلك ترفع قضيتك من الأرض إلى قاضي السماء للحكم فيها. فهو قاضي كل ضعيف وملاذ كل مظلوم. من احتمى بظله كان تحت عينه في أمان، لم يقربه خطر ولن يمسسه بشر. حين تجعل الله وكيلك تظهر العجز التام له سبحانه تعالى، لينوب عنك في كل شيء في الحياة كبيرها وصغيرها. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يروي أنه كان آخر قول لسيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. عندما حشد النمرود ملك بابل جنوده وأعوانه وجمعوا الحطب وأوقدوا نار الكره بداية في قلوبهم ونار الغل على ألسنتهم، فأججوا نارا كبيرة لا يقترب منها أحد حتى الطير إلا احترق. وربطت يدا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ورفع في المنجنيق ليلقى في النار، والناس ينظرون إليه، لا أحد يستطيع أن ينقذه، لا قريب ينصره، بعد أن كاد لأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وحطمها. وهو في المنجنيق جاءه جبريل عليه السلام وقال له: يا إبراهيم، ألك حاجة؟
فقال سيدنا إبراهيم: أما إليك يا جبريل فلا، وأما إلى ربي فنعم. ثم قال الخليل عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. رفع القضية من الأرض إلى قاضي السماء، فأنجاه الله من النار وجعلها بردا وسلاما عليه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا مثال من قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام على أنك إذا تدبرت كلام الله عز وجل وتأملت في آيات الله عز وجل فإنك بذلك ستصل إلى سلامة القلب. كلنا يبحث عن القلب السليم، وطرق الوصول إلى القلب السليم ذكرنا منها الإخلاص، وثانيا تدبر القرآن الكريم. وهذه وصية الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. حتى يكون قلبك سليما وحتى تقترب من سلامة قلبك عليك أن تتأمل وتتدبر كلام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة خاشعة له. وإلى غد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.